كريم انا جبت لك بدله جديده يا حبيبي. ايه ده؟ الله عليك. الله تطلع مناسب. حبيب قلبي دايما فاكرنا يا بابا. ودايما ناسيني. ما انت بتشتغل وعندك هدوم كتير. طب ما كريم برضه بيشتغل وعنده هدوم. ما تبطل نفسنا بقى، كل ما هو يجيب لي حاجه تبص لي فيها. عن اذنك يا بابا، روح اقيس البدله. يا سلام، على قدك بالظبط زي ما يكون معمول علشانك. شكرا يا بابا، انا هكون احلى من العريس. نفسي اكون عايش اليوم ده واشوفك عريس. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا بابا. ايه ده انت لسه ما لبستش؟ البس ايه؟ انا مش هروح معاكم. امال هتروح فين يعني؟ هروح في داهيه مالكش دعوه. ما تزعقش ابوك كده. امال عايزني اكلمه ازاي؟ اتكلم بالعقل. لا خلاص انا اتجننت. خلاص يلا بينا يا بابا، مالناش دعوه بالعالم المجانين دي. انت حر، يلا بينا يا ابني. ايه ده؟ في ايه؟ الحقني يا عمر، ابوك وقع مني. ايه اللي حصل يا اخوان؟ في ايه؟ في ايه مالك؟ ايه اللي حصل يا كريم؟ خلاص انا بموت يا ولاد. ما تقولش كده يا بابا، ان شاء الله هتبقى كويس. مفيش وقت، خلي بالكم نفسكم. انا غلطت غلطة كبيرة بحقك يا عمر، عايزك تسامحني وربنا يسامحك ان شاء الله تقدر تصلحها. غلطة ايه؟ بابا بابا بابا. وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
منك. اتفضل يا استاذ مجدي، اتفضل. الله يخليك، اشكرك. اهلا اهلا وسهلا. أهلا يا عمر. اهلا بحضرتك، اتفضل اتفضل. اسمعوا بقى، الوصية أبوك وصاني ما يفتحهاش غير بعد ما يموت، وأنا فعلا والله العظيم ما فتحتهاش غير بعد ما مات. طب وماله، مفيش مشكلة. وهقراها عليكم دلوقتي. وماله، اتفضل حضرتك اقراها عليك. اتفضل حضرتك اقراها يا استاذ مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقر أنا عبد الحميد عبد الهادي السيد، وأنا بكامل قواي العقلية وإني مسؤول عما يتحمله الوصية، إني قد تنازلت عن ممتلكاتي إلى ابني كريم عبد الحميد عبد الهادي، كما أوصي ألا تفتح هذه الوصية بعد وفاتي حضور أبنائي كريم وعمر، وقد وكلت الأستاذ مجدي المحامي في حفظ الوصية وعدم فتحها إلا بعد وفاتي. عرفت غلطة ابوك ايه يا كريم؟ غلطة ايه؟ انت هتستعبط؟ مش كفايه الظلم اللي ظلمهولي وهو عايش، كمان هيظلمني وهو ميت؟ أنا مش راجع عن الكلام ده. اهدى بس يا عمر، الغلطة ممكن تتصلح. أنت تنزل أخوك عن حقه. حقه ده ايه؟ قدام القانون وقدام الناس كل حاجة بتاعتي. أنا مش ملزم أتنازل عن حاجة. مش ملزم؟ مش ملزم يعني ايه؟ انت مش شايف كده ان انا ليا حق عندك؟ ايه اللي يفرق؟ كده بقى وصلنا لطريق مسدود. في ايدك حل المشكلة يا كريم. مش عايز تدي أخوك حقه ليه؟ ايه اللي يفرق؟ عاجبك اللي انا فيه ده؟ انت خدت الجمل بما حمل وانا طالع عيني في الشغل عند الناس؟ وليه حق عندك؟ طب عايز ايه يعني؟ فعلك مستفز قوي. عايز حقي، مفيش ضمير عندك؟ انت مش سمعت ابوك وهو بيموت قال لك الغلطه لازم تتصلح؟ بقول لك ايه؟ اعتبرني واحد غريب مش اخوك. ومعايا اللي معايا. انت ليك فيه. كتر خير انا سايبك عايش هنا. انت كمان عايز ترميني بره في الشارع؟ انا هعرف اتصرف وهعرف اجيب حقي. ايه ده؟ متشيك قوي كده ورايح على فين؟ راح اطلب ايد اميره. هو ده وقته؟ امال امتى وقته؟ الناس هتقول ايه؟ ابوك لسه ميت من شويه. مش واخد بالك؟ وانا من امتى بحط كلام الناس في دماغي؟ مش هتتجوزها. اسمع بقى. اميره دي ابوها مدير بنك. ولما اتجوزها الناس اللي بتقول عليهم دول هيحسدوني على الجوازه دي. اخص عليك. شوف بقى هتتجوزها ازاي. ايه ده؟ انت عمر عبد الحميد عبد الهادي؟ اخو كريم عبد الهادي؟ ايوه. ده طلب ايد بنتي. طمعان فيك يا وجيه بيه. فاهمني ازاي يعني؟ خلي بالك منه، ده طماع. طبعا حضرتك مستغرب اني بتكلم عن اخويا كده، انما اخويا ده اكل حقي في ورث ابويا. اكل حقك ازاي يعني؟ غلطه وقع فيها ابويا وكتب كل حاجه باسمه، ووصاني وهو بيموت اني اصلحها. يرضيك يتجوز بنتك بفلوس حرام؟ كده؟ لا ما يرضينيش. بس انا اصلا من الاول مش مرتاح له. انا شايفه مستغرب. عايز اخد البيت النهارده لبكره
وفي نفس الوقت انا حاسس ان انا مش بحبها. كريم ما بيحبش حاجه غير مصلحته. كويس يا ابني ان انت طمنتني. الظاهر ملوش غير في حد. يعني والده لسه ميت وجاي دلوقتي يتجوز. تصدق يا وجيه بيه انه ما مشيش في جنازه ابوه؟ زي ما يكون مستنيه يموت. معلش يا ابني ده في حياتك. بس انا عايز اعرف حاجه، ازاي انت اقنعته بالتوكيل ده؟ مع ان هو رافض يديك حقك اللي انت خدته دلوقتي بموجب التوكيل ده، وحولت رصيده في البنك ده بحسابك انت. هقول لحضرتك. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه العمر اللي انت عارف ايه ده؟ قول لنفسك ايه اللي انت عامله ده؟ مكوش على كل حاجه وسايبني من غير ولا مليم. مفيش حاجه تثبت انك ليك حاجه عندي. انت لسه بتعافر؟ خلاص هموتك، وبدل باخد حقي منك بالطريقه دي هاخده غصب عنك. مش هتلحق انك هتتسجن. يعني انت عارف ومقتنع ان الحل في ايدك انت. انا مستغرب جدا انك اخويا وبتكرهني الكره ده، بس الغلطه مش غلطتك، غلطه ابوك. طول عمره كان بيحبك وبيكرهك، وكان بيفضلك عني في كل حاجه. متسألش، متستغربش، مش كل حاجة بنعرفها. أي حياة في الدنيا بيبقى في نهايتها سؤال ملوش جواب. بس كده ده مش سؤال واحد، دي أسئلة كتير. ليه ما تدينيش حقي؟ ليه أنا أعيش شقيان وأنت تعيش غرقان في العز؟ ليه أبوك كان بيحبك وكان بيكرهك؟ ما تعرفش؟ أيوه معرفش. أنا كمان هموتك معرفش ليه، وهخش السجن ولا اتعدم معرفش ليه، والناس هتقول قتل أخوه معرفش ليه. اللي كبيته عليك ده جاز، وديت هعود كبريت وهولع فيك. أرجوك أنا برضه أخوك. يا سلام، لسه فاكر دلوقتي؟ بلاش نخسر كل حاجة. أنا بقول كده من بدري. أنا هفك إيد واحدة بس ليك عشان تمضي بيها على التوكيل. في ايه مالك؟ مفيش، مش فاكر. حلمت حلم غريب شوية. حلمت بإيه؟ مفيش داعي خلاص. مفيش داعي ليه؟ ما تقول. خلاص مش فاكر. خلاص مش فاكر.